هتوجهي رسالة للشباب اللي نازلة بكرة في كشف الحساب ل 100 يوم، هتقولي لهم ايه؟ اقول لهم الثوره ما خلصتش، لان مفيش اي حاجه اتحققت ومفيش اي حاجه بقت نتيجه ثوره، ولا نتيجه شباب مات، ولا نتيجه دم سال. احنا لسه محلك سر، واحنا لسه الظلم موجود زي ما هو، والفساد موجود زي ما هو، ومفيش جديد غير ان احنا شباب دم سال على تراب مصر وعلى ارض مصر، لسه بيسيل لحد النهارده. شباب لسه لحد النهارده عايش بعهد مستديم. شباب فقد عينيه وفقد الحركة وفقد الأمل في الحياة. هو دوت النتيجة الحقيقية والواقع الحقيقي النهارده اللي احنا فيه. غير الواقع دوت مفيش لسه أي واقع تاني. احنا لازم نبقى مكملين، مكملين لحد ما ناخد حق الشهداء، مكملين لحد ما ناخد حقنا كاملة، مكملين لحد ما نرجع حقوقنا، مكملين لحد ما نحاكم مبارك وولاده ونظامه محاكمات حقيقية، مكملين لحد ما نقضي على الفساد والظلم على بنود فرعون. الداخلية دول جنود فرعون. هم لما قتلوا شبابنا عشان أمر جالهم، مش عشان أمر بس جالهم، هم عشان يضمنوا بقائهم وظلمهم وقوتهم. يوم ما خدوا أوامر من العدل بضرب النار الحي على شباب وأطفال من غير ذنب، كانوا بينفذوا الأمر دوت مش عشان خاطر إن هو جالهم أمر، عشان خاطر يضمنوا بقائهم، بقاء ظلمهم، بقاء قوتهم في الظلم. فاحنا مكملين لحد ما دول يتحاكموا. مفيش حاجه، البراءات دي احنا مش هنستسلم بيها. هنعيد محاكمتهم تاني، ما تحاكموش، هنلجا للمحاكم الدوليه. ما تحاكموش، هنلجا باي وضع ان كان ان احنا نقتص لاولادنا ونقتصلهم احنا بعد كده يقتص شعب مصر. وحقيقي احنا اللي هنقف وهنقتص بايدينا منهم. طب في رسالة تانية توجهيها للشباب، هتقولي لهم ايه؟ بقول لهم كان نفسي احس ان دم ابني ليه نتيجه، كان نفسي احس ان دم ابني غير كتير، كان نفسي احس ان ابني مات عشان انتوا تعيشوا افضل، كان نفسي احس ان ابني مات عشان خاطر تبقوا انتوا الاحسن. كنا ساعتها هنلاقوا دم ولادنا ليه ثمن. لكن احنا حاسين النهارده ان هو دمهم ملوش ثمن، لان مفيش حاجه اتغيرت لكم. انتوا زي ما انتوا لسه عايشين في الظلم والقهر والتهميش، وعايشين في كل في الذل وفي الفقر. فان شاء الله باذن الله هنكمل لحد ما نحس ان دم ولادنا جاب نتيجه.